السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير والاحوال ديالكم مزيانه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنصاوب انا وياكم واحد الطاغط كلاصي اللي كتجي غزاله ورائعه وسهله التحضير. خليكم معايا ان شاء الله باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كنبداو. عندي هنا 6 البيضات، الحجم ديالهم متوسط. بما انني غندير 2 طبقات في الكيك ديالي، فدرت 6 البيضات. الا كنتو غديروا غير طبقه واحده ممكن ديروا غير 2 بيضات، ما تكتروش. كندير واحد الكاس، كاس ممتلئ ديال السكر سنيده، ودرت ملعقه ديال الفاني، واحد القبيصه ديال الملح صافي. وكنخلط المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجم ليا البيض مع السكر، وكيذوب ليا السكر وكيضاعف ليا الحجم ديال البيض وكيولي لنا اللون ديالو ابيض كريمي. عاد باش نبداو نخلطوا الدقيق. هذه هي العمليه اللي كتعاونكم باش كينجح معكم الجينواز ديالكم. فالبيض ضروري خاصو يطلع مزيان 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 حتى يولي بالشكل اللي غنوريكم ان شاء الله. انا هنايا درتو في العجانه ودرت سرعه عاليه باش دغيا يطلع ليا. ولا كان عندكم الباتور حتى هو ديروا السرعه عاليه. كما كتشوفوا هو بدا كيبيض اللون ديالو. الا كان عندكم الباتور حتى هو ديروه على السرعه عاليه. الا ما كانش متوفر عندكم هذا الشيء هذا كامل، فممكن انكم تستعينوا بحمام مريم وتبداو تخلطوا فراه دغيا كيطلع لكم البيض. شوفوا هنايا كيفاش تيتغير اللون ديالو، كيولي بحال الكريمه كما كتشوفوا. ها نتوما حتى كيتشكل عندنا هذا المنقار هذا كيف ما كتشوفوه، وكيولي عندنا هذا هو الخليط ديال الجينواز ديالي. هنا عندي واحد الكاس ديال الدقيق الابيض، ممكن تزيدوا 2 معالق الا شفتوا الخليط مازال ما وصلش للقوام اللي نتوما بغيتوه، ممكن تزيدوا واحد 2 ديال المعالقات. هنا انايا كنغربل وانا كندير بشويه بشويه، كنحرك من التحت للفوق بشويه. راه غير انا مسرعه الفيديو، يعني ما ديروش بنفس الطريقه اللي كندير انا، حيت انا مسرعه الفيديو باش ما نطولش عليكم. فانا هنا كنحرك غير بشويه من التحت للفوق، وانا غادا حتى كنتاكد ان كميه الدقيق كامله دخلت ليا في الخليط، ما بقاش عندي نهائيا الدقيق. هذا هنا انا درت الكاكاو على قبل داك 2 معالق اللي قلت لكم تزيدوا ديال الدقيق. انا هنا درت الكاكاو كما كتشوفوا. الا كنتو غديروها بيضه غتزيدوا في عوض الكاكاو وغتزيدوا داك 2 معالق ديال الدقيق اللي قلت لكم. ما كنستعمل لا خميره كيماويه لا حتى شي حاجه نهائيا، فقط هاد المكونات اللي استخدمت في هاد الجينواز هذه، وكتجي ناجحه وخفيفه. تيقوني كتجي رائعه جدا جدا جدا. فهانتوما انا هنا كنبان لكم كنزرف، راه ما كنزرفش، راه غير مسرعه الفيديو صافي. هذا هو الخليط ديال الكيك ديالي. شوفوا كيفاش داير. غنخويه في اللاطه. هنا عندي لاطه كبيره كيف ما كتشوفوا. غنسرحوا على اللاطه كامله اللي فرشتها بورق الزبده. والفرن عندي مشعله على 170 درجه، غير من الاسفل ماشي من الاعلى. فلا كان عندكم فرن غازي فديروه على عافيه مهيله صافي. غندخلوا للفرن وندوزو لمرحله اخرى. هنا دخلت الجينواز ديالي للفران. غندوزو باش نخلطوا الكريمه اللي عندي هنا 400 ملل ديال الكريمه، وزدت عليها سكر كلاصي. الا كانت حلوه بلا ما ديروا فيها السكر، انا عندي هنا شويه مسوسه درت فيها السكر كلاصي ودرتها باش تطلع ليا مزيان. حتى هي درتها على سرعه عاليه باش دغيا تطلع ليا صافي. عفوا عندي هنا 500 ملل ديال الكريمه، قلت لكم 400. سمحوا لي. 500 ملل ديال الكريمه السائله. هانتوما كتشوفوا راها بدات كتطلع مزيان. ملي كديروا سرعه عاليه تكون الكريمه بارده فراه دغيا كتطلع لكم. وحنا اصلا ما غاديش نحتاجوها انها تكون طالعه بزاف بزاف بزاف. انا هنا عاد طلعتها بزاف صافي. ندوزو لمرحله واحده اخرى، نخليو الكريمه جانبا. هنا غناخذ واحد 2 كيسان ديال الماء، كل كاس غندير فيه 2 وراق ديال الجيلاتين غنرطبهم.
لان غنحتاجهم في الكناج اللي غادي ندير مع الكريمه. غندير واحد بيض واحد كحل. نتوما غتشوفوا معايا كناخذ واحد الكاسرونه وكندير واحد 150 مليلتر ديال الكريمه السائله، وكنضيف عليها 200 غرام ديال الشوكولا السوداء. الشوكولا غيش نوعيه جيده كتكون فيها نسبه الكاكاو عاليه، راك متوفر عند اصحاب الحلويات وداكشي. وكنخلط هكا مزيان 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 باش تذوب ليا هذيك الشوكولا. وهنا عندي داك الجيلاتين اللي عصرته مزيان ودرتو يتسقطر عاد باش خويته، وكنحرك مع حد الخليط سخون باش دغيا يذوب ليا. كيف ما كتشوفوا هنا راني مسرعه الفيديو باش ما نطولش عليكم، حيت الفيديو جاني انه طويل منين درتو بالدقائق ديالو العاديين، فسرعته شويه باش ما نطولش عليكم بزاف. صافي هذا غنخليه جانبا حتى يبرد لي واحد شويه، ماشي يبرد تماما غير شويه. تحسوا بالاصبع ديالكم صافي انه كيستحمل الحراره ديالو، ديك الساعات كتستعملوه. كناخذ عاوتاني نفس القياس ديال الكريمه وكندير فيه نفس القياس ديال الشوكولا البيضاء. هنا انا استعملت شوكولا غير كالا، ما استعملتش. ممكن انكم تستعملوا شوكولا غير بيضاء. كما كتشوفوا كانت عندي متوفره وكانت عليها الجيلاتين بنفس الطريقه ديال اللي استعملت في الاول. صافي هذا هو الخليط ديالي، كنخليه حتى هو جانبا يبرد، وكنقسم الكريمه ديالي اللي غادي نستعمل الى قسمين، اللي غنخلط فيها الكناج بيض والاخرى اللي غنخلط فيها الكناج اسود. كنقسمها بالتساوي. هنايا كيف ما كتشوفوا كندير كل اناء كندير فيه قياس. صافي وكنبدا نخلط الكناج ديالي، كنخلطو مع الكريمه بشويه بشويه. كيف ما كتشوفوا كنخوي. قلت لكم الكناج تحطوا صبعكم يعني يجيكم دافي جدا، ما يكونش سخون بزاف. هنا راه تنخلط غير بشويه كما قلت لكم ونعاود لكم نسرع الفيديو. كنبقى كنخلط بشويه 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 حتى كنحصل على خليط متجانس. والقوام ديالو غنوريكم في الاخر كيفاش غادي يكون. كيبان لكم هنا ان شويه الكريمه بدات كتسيح، ولكن ماشي مشكل. فملي غديروها في المجمد عفوا راه غتشد راسها مزيان مزيان، حيت هنا الخليط مازال شويه دافي وهي كانت بارده فيها جيلاتين، فغادي تشد راسها مزيان. صافي انا كنبقى كنخلط بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم راه التسريع هو اللي صافي حتى كيولي عندي الخليط بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي وكندوز نخلط، نخليها جانبا وندوز نخلط البيضاء. كيف ما كتشوفوا كنخوي الخليط ديالي. هنا خويته كامل وكنبدا كنحرك حتى كيندمجوا ليا مع بعضياتهم. كتيقوني كيجي رائع هذا الكيك هذا، وهذا الخليط ما بين الشوكولا والشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء تيعطي واحد المذاق متوازي. مع الشوكولا السوداء كتكون مره بزاف والبيضاء كتهرسها شويه، فكيجي زوين. ندوزو نصوبو الطبقه المقرمشه ونخليو الكريمه جانبا. هنا الطبقه المقرمشه عندي اللوز اللي حمرته وهرمشته، وعندي الفويتين ودرت عليهم الشوكولا اللي ذوبتها في حمام مائي. كيف ما كتشوفوا الشوكولا كتبقى على حسب، والكميه ديال الطبقه المقرمشه كتبقى على حسب القياس ديال الكيك اللي نتوما غادي ديروا. فانا خديت هنا كيف ما كتشوفوا قلت لكم اللوز اللي حمرته وطحنته وخليت طريفات غلاضين شويه باش يكون داك القرمشه والفويتي، وخلطتهم مزيان كيف ما كتشوفوا. دابا غنبداو نمونطيو الكيك ديالنا. لا جينواز اللي خرجتها وكانت بارده، شوف كيفاش كتجي رائعه. كما قلت لكم هنا قسمتها الى نصفين وبقى شايط ليا عاد. هنا كنسقي انا غير بالحليب اللي خلطته مع القهوه سريعه الذوبان، وكنسقي به لان المذاق ديال القهوه كيجي كيتواتى مع الشوكولا. كيف ما كتعرفوا هنا كنوزع الطبقه المقرمشه على الجينواز ديالي حتى كنسرحها كامله كيف ما كتشوفوا. وخليتها بطبيعه الحال انا واحد شويه حتى تشدت راسها عاد باش خويت على الكريمه. كندير الطبقه الاولى ديال الشوكولا كيف ما كتشوفوا ديال الخليط الاول اللي درنا بالشوكولا، وكنحاول نقادو كنقاد الوجه هكايا مزيان. ومن بعد عاد باش كندير الطبقه الثانيه ديال الجينواز. فكيف ما كتشوفوا
هنايا قديت الوجه وكندير عليه الطبقه الثانيه. فتبارك الله الحلوه راها ما تقولوش انها صغيره او لا كبيره، تبارك الله. و يعني تكفي هكا. انا درتها لعيد الميلاد ديال الزوج ديالي، خرجت رائعه جدا. وبقات شيطه مازال يومين ولا 3 ايام وهي مازال عندنا في الدار. فانا كنخوي الطبقه وحنا بينا 4 ديال الاشخاص يعني. وقلت لكم كفاتنا يعني، وشاطت 3 ايام وحنا كناكلوا فيها. فكيف ما كتشوفوا هنا خويت الطبقه البيضاء كطبقه نهائيه. صافي كتحاولوا تقادوا الوجه مزيان مزيان حيت غادي نديروا عليها كلاصاج. فانا الكلاصاج هنا ما شاركتوش معكم على قبل باش ما نطولش عليكم الفيديو. فان شاء الله غنديروا لكم فيديو غير قصير غنديروا لكم بوحديتو باش تشوفوه، وان شاء الله تصاوبوه حتى هو كيجي رائع وسهل التحضير ماشي صعيب. فصافي غندير هاد الجمد ونتلاقاو. من بعد ما خرجتها من المجمد فكتجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، الطبقه البيضاء والطبقه اللي درت لتحت ديال الشوكولا. وهذا هو الكلاصاج ديالي كيجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كيجي شاد راسو، كيجي لامع جدا. هنا انا راه خليته مازال عقاد واحد شويه، فانتم استعملوه قبل ما يزيد يعقد لكم هكا. كيجي غزال صراحه. وهنا داك الشيء اللي كيطيح لينا لتحت في الاناء اللي انا دايره من التحت كنحاول نقاد به الفوارغ اللي بقات ليا صافي. ومن بعد كتزينوها باش ما بغيتو تشوفوا كيفاش باش تعرفوا انه لامع. انا هنايا كندير الهاتف ديالي باش تشوفوا كيفاش الشكل. هنا من بعد ما كلاصيتها كندير في الجوانب كندير الفوتين. ممكن انكم تزينوا باي حاجه نتوما بغيتوها. وكنزين هنايا بالشوكولا اللي انا اوريو كيف ما كتشوفوا اللي دهنتهم بمولوين ديال مذهب اللي راه متوفر حتى هو عند اصحاب الحلويات. وكندير المهم شوكولا متنوعه اي حاجه بغيتو نتوما. فليكم الاختيار في التزيين. انا هاد التزيين اللي درت بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. هنا كناخذ هاد الحلوه اللي على شكل الفرامبواز هكا كتباع. المذاق ديالها حتى هو على شكل مذاق ديال الفرامبواز. وكنحطها بهذا الشكل هذا. فتزيين بسيط جدا ماشي شي حاجه زعما، ولكن كتجي زوينه في المنظر وحتى في المذاق تيقوني كتجي رائعه جدا جدا جدا. كتحمر الوجه الا بغيتو ديروها هكايا وكطيح عليكم قل من الثمن باش غادي تشريوها من المخبزه او لا هذه فكتطيح رخيصه. وكتعرفوا راسكم شنو تتاكلوا بطبيعه الحال حاجه نقيه ديال الدار. هنايا درت هاد الحبيبات هادو اللي هما مذهبين كيتباعوا حتى هما عند اصحاب الحلويات. وكيكون هذا هو الشكل ديال النهائي ديال الطورطه ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كنت باغا نقسمها لكم ولكن دايرها مفاجاه للزوج ديالي ما بغيتش نخسرها فسمحوا لي. ولكن راه كتجي رائعه جدا 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 وكتجي عاليه بزاف. فخليت لكم الراحه. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.